الله الرحمن الرحيم. أولا أقدم التهاني إلى كل الشعب المغربي بمناسبة عيد مبارك. إن شاء الله ربي يتقبل منكم جميعا. بالنسبة للمباراة، حقيقة بالنسبة لنا نحن المباراة أعطيناها أهمية قصوى واحترمنا نادي الوداد. ربما وضعية نادي الوداد ما تغرناش، لأنه يبقى دائما نادي كبير. احترمنا الظروف اللي يمر بها. صحيح، بارك الله فيك. يعني هذا هو المشكل الأول اللي عانينا منه. حاولنا في هذا التوقف نلعب مباريات بحكم كل فرق القسم الدرجة الأولى الاحترافية، يعني الأولى عندي مباريات كأس، لقينا فرق بالدرجة الثانية بارك الله فيهم اللي قبلوا. بطبيعة الحال النسق مش نفسه في المباريات الودية، حاولنا على قدر المستطاع. لكن اللي المهم في كل هذه الحالات كيفاش يعني تتفوق على الصعوبات، يعني تلقى حلول الصعوبات، وهذا هو العامل الذهني اللي يدخل في التوقيت هذا. حذرنا الأولاد يعني ذهنيا وهم حاسين بالمسؤولية نحو جمهورهم، مسؤولية نحو فريقهم، والحقيقة ما نصفروش، لأنه راهو صعيب برشا باش تكون تجيب نتيجة ضد الوداد بعد توقف شهر من اللعب. احنا صدقني لما ندخلوا الملعب الجمهور كله في قلوبنا كطاقم فني ولا كل لاعبين، ونهدي له بالمناسبة هذا الانتصار. شحال النسبة؟ مئوية 55 45 في المئة. لا 55 لنحن، 45 المنافس نادي الرجاء.